10 حاجات هتغير حياتك للأفضل وتخليها أكتر إنتاجية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. طول الوقت انت في جهاد عشان توصل لأفضل نسخة من نفسك، عشان تقدر تنفع نفسك وتنفع اللي حواليك. كأنك في حرب مع نفسك، مع عيلتك، مع إمكانياتك اللي طول الوقت عايزة تحديث. جهاد وحرب حتى مع شياطين الإنس والجن اللي كل همهم تخرب حياتك، وانت وسط الحرب دي برضو مرعوب لا تبقى في الآخر مع الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سوري على المقدمة الطويلة. النهاردة جمعت لكم 10 نصائح ذهبية لأي حد عايز يغير حياته للأفضل. وطبعا الخطوات مش مرتبطة بأي سن، يعني حتى لو حضرتك في سن 100 مادام لسه عايش برضو ابتدي غير حياتك. أول نصيحة، دايما خلي ليك علاقة مع ربنا. لازم يكون عندك ثقة إن أي حاجة ناجحة في حياتك دي توفيق من ربنا، وطبعا لازم تشكر ربنا على نعمه وتوفيقه، والشكر صلاة. مرة سمعت قصة من أحد الشيوخ بيقول فيها إنه كان بيروح يخطب في أحد السجون، وكان ضمن المساجين أحد المسجونين اللي كان الشيخ بيحبه وكان دايما بيمزح معاه. أنا لا أذكر التهمة اللي سجن بيها، بس الشيخ كان بيقول إنه كان مهتم جدا بفكرة الصلاة، فكان الشيخ يمزح معاه ويقول له يعني اعمل كذا وكذا وبتصلي على سبيل المسح يعني. قال له يا شيخ، الصلاة هي القشة اللي متعلق بيها الغريب راجي بيها رحمة ربنا. عجبتني قوي الكلمة. سبحان الله، الشخص ده مات ساجد. ما تفرطش في صلاتك لأي سبب، حتى لو بتصلي من غير خشوع. صلي وانت بتتمنى في يوم من الأيام إن صلاتك تبقى كاملة، لأنها صلتك بربنا، صلتك بالخالق، ودي الحاجة الوحيدة اللي محدش ينفع يقوم بيها عنك. رقم 2، غير طريقة تفكيرك. مش دايما يكون اللي بتفكر فيه هو الصح، ربما تكون طريقة تفكيرك وتمسكك بفكرة معينة هو بس بمثابة عند لنفسك، يمكن ده مش طريقك للنجاح. بلاش تتمسك بأفكار عقيمة ممكن ما توصلكش للطريق اللي انت عايزه. رقم 3، دايما خطط لحياتك. كل هدف في حياتك وكل حاجة بتعملها محتاجة خطة، تقدر تعملها كأنها خطط صغيرة، خطط على المدى القريب وخطط على المدى البعيد. خطط وقيم نفسك بعد كل وقت، وشوف هل انت كنت ناجح، ولو ناجح بنسبة قد ايه، ولو منجحتش ايه اللي محتاج تغيير. رقم 4، انسى الماضي وابعد عن الأشخاص السامة والسلبية اللي في حياتك. إذا شخص عايش بس عشان يأذيك أو يسمعك انتقادات وكلام سلبي كتير ويفكرك بماضي وأخطاء عايز تنساها، عايز تقف على رجلك من جديد بس مش عارف، انسى الماضي اللي موقف حياتك وتخلص من الناس دي فورا، لأنهم بس بمثابة عبء على روحك، مش عارف تتحرك وكلامهم الوحش فوق كتافك. سيدنا عمر بن الخطاب قال اعتزل ما يؤذيك. إذا كان الماضي ده بيأذيك والأشخاص السامة والسلبية في حياتك بتأذيك، بناقصهم صفحة واتقطعت من حياتك. بمناسبة الصفحة اللي اتقطعت، نيجي لرقم 5، دايما استعمل الورقة والقلم عشان تخرج عليها أي حزن وأي تجربة سلبية وقفت حياتك لفترة. اكتب التجربة على ورق واكتب اللي حسيت بيه، خرج فيها كل طاقتك السلبية، ولما تخلص قطعها وقول لنفسك حزني انتهى، مش هفكر في الموقف المؤلم ده تاني. كأنك شلت الملف الحزين ده ورميته بعيد، قطعته وحرقته وتخلصت منه كمان. الحزن بيكسر القلب، بيكبرك في السن وبيجيب لك المرض، ومفيش حاجة تستحق في الحياة انك تحزن عليها. رقم 6، انتبه لصحتك. عايز تعيش حياة طويلة بصحة وسعادة، اهتم بصحتك. مهما يكونوا الأشخاص اللي حواليك حنينين أو كويسين معاك، لو تعبان مش هيقدروا يشيلوا وجعك. ابتدي نظم حياتك واقطع الحاجات اللي ملهاش لازمة، واهتم بصحتك والعب رياضة واشرب مية كتير. يعني لو بتدخن حاول تترك التدخين عشان هو ذنبه وعشان كمان صحتك. ولو حضرتك زايدة في الوزن حاولي تبطلي سكر ومنتجات قمح عشان تتخلصي من وزنك الزايد. صوموا تصحوا. احنا طبعا في ديننا وان تصوموا خير لكم. اي حاجة تخونك مش زي خيانة الصحة. الصحة اول حاجة لازم تهتمي بيها بعد علاقتك بربنا. رقم 7، استفيد من اخطائك. اخطائك هي تجربتك في الحياة. ربنا خلقنا اقوام بنخطئ ونتوب، ولو كان عايز يخلق اقوام ما بيخطئوش ابدا كان خلقهم بدلنا. بس اهم من فكرة الخطأ انك تكف عنه وتتوب. وكمان اقصد بفكرة الاخطاء اللي جربتها في تجاربك وما جابتلكش الا الحزن والشر، علاقات غير سوية، تعلق زائف، واي طريق جربته واكتشفت انه ما كانش مناسب ليك. استفيد من اخطائك دي وغيرها فورا. رقم 8، ما تضيعش وقتك. اليوم اللي بيعدي من عمرك مش بيرجع تاني،
وعشان ما تندمش لازم يكون وقتك ده مليان بالحاجات المفيدة بس. من دلوقتي لازم تراقب وقتك وتشوف معظم وقتك بيضيع في ايه. بلاش تضيعه في حاجات مش مفيدة، عشان وقتك ده هو عمرك اللي انت بتضيعه وانت مش واخد بالك. ومفيش حاجة فاضية تستاهل ان لما ربنا يسألك ضيعت عمرك في ايه تقوله في حاجة فارغة زي النت او التلفزيون او الخروجات اللي ملهاش لازمة او اي حاجة مش مفيدة ليك ومش هتدعم حياتك بأي شكل. رقم 9، خليك واثق في نفسك. خلي دايما عندك ثقة في نفسك ان لو حد حقق حاجة انت كمان تقدر تحققها. مفيش حاجة بعيدة على ربنا ومحدش احسن منك، ومفيش حاجة هتصيبك غير بس اللي كتبه ربنا. رقم 10 ودي النقطة الأخيرة، الرضا. ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. لو رضيت باللي ربنا قسمه هيبهرك بعطائه. خليك دايما راضي عن كل حاجة في حياتك، واعلم ان الاختيارات اللي ربنا اختارها لك هي المناسبة ليك. والرضا عبادة، انك ترضى برزقك وبحياتك، زوجتك، أولادك، الحاجات اللي ربنا اختارها لك إن شاء الله هتلمس السعادة. الرضا فيه سعادة. في النهاية أتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم. لو عجبك الفيديو ادعمنا باشتراكك في القناة وتفعيل الجرس، وسيب لي صلاة على سيدك وحبيبك النبي في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.